حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. الأمر الأول قال: صدقة جارية، صدقة أي قام بها وعملها في حياته، مثل أن يكون حفر بئرا، أو مثلا بنى بيتا للأيتام، أو مثلا سبل شجرا أو نخلا ليطعم منها الفقراء والمساكين، أو غير ذلك من أنواع الصدقة الجارية، أو خصص جزءا من ماله لأعمال الخير وأعمال البر، فهذه تبقى صدقة جارية، يعني يجري له ثوابها في قبره وهو ميت، يجري ثوابها له في قبره وهو ميت، يصل إليه ثوابها. والأمر الثاني قال: علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، بأن يكون تعلم وتفقه في دين الله وأخذ ينشر العلم والفقه في دين الله. وكذلك الأمر الثالث قال: أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وفيه أن دعوة الولد تنفع والده، دعوة الولد لوالده الميت تنفعه وتفيده، ويصل إليه ثواب الدعاء وأجر الدعاء، يصل إليه في قبره وترتفع درجته في قبره بدعوة ولده له واستغفاره له.